عم دي زيهم. مفيش واحد وواحدة اخوات، ولو حتى الشعور واضح. بلاش الصحبة تبقى بنات تكون عند الإله ناجح. بلاش اوفر في أي معاملة مع ستات. بلاش تدخل من الأول، بلاش تدخل بنية أصلها أختي وتلقى الوضع غصب عليك بيتحول. شيطان قاعد ملوش أمان، وفي البدايات بتبقوا اخوات وفي الآخر بيصبح كان. يا ست الكل، يا أحسن واحدة في الدنيا، اوعي تسمحي لنفسك تقرب يوم لشخص غريب ولو ثانية، لأنه للأسف عمره ما هيحبك وفي الآخر هيمشي يشوف بنات تانية. يا ريت نفسك تعليها، كرامتك فوق وتحميها، ونفسك تبقى عالية كمان، هتلقي الكل يتمنى يخطي بس جنبيها. مفيش حكايات ما بين الست والراجل، وإذا اجتمعوا بنية إنهم إخوات فيوما ما هيتفرقوا، وذنب كبير ضمير ومصير هيصحى في يوم تعيش طول الحياة مهموم، وذنبك طوق على رقبتك هيفضل بس يخنق فيك، وتتمنى الزمان يرجع لأن الماضي بيوجع فيك. مفيش حاجة اسمها راجل يصاحب واحدة ويبقوا اخوات. مبادئ عايشة في حياتك بلاش تخسرها لاجل شيطان مسيره في يوم هيبقى رماه. وخلي التقوى وضميرك في وشك حاجة طول الوقت، هتلقى سعادة وهي نجاة. وسيب غيرك مع غيرك، مالكش دعوة غير بالله. ما تقنعنيش بشيء ربك يا صاحبي نهاه، ما تقنعنيش بشيء ربك نهاه يا ابني. وجودك ويا ست غريبة لا هيزود ولا هيبني. دي نصيحة مني خدتها من الدين، وقالوها برضك غيري بني ادمين، وسمعها ياما من امي وابويا. فما تفرحوش من لما فيها ذنوب الا اسطوانة اختي واخويا. فما تفرحوش وتكبروا وتهيصوا. وصى الرسول في كلامه واحاديثه بالله يا ريت نبعد عن الشبهات. بلاش تدي الشيطان فرصة يخش عليك ويفتح لك بيبان هتحل ذنب كبير وتندم انت في النهايات. ركز يا ابني في حياتك، كلامي فيه كتير هيخشوا ينتقدوه، وفي ياما هيغلط فيا وفي اهلي، ولكن لو سألته في يوم تقبل لاختك يبقى ليها صديق، تقبل لزوجتك اخ وقت الضيق، تقبل لعرضك اخ مش في الشرع، هتلاقي رده بسرعه رد جريء وكانه راجل شهم واد مجدع وهيشتمك وكانه شخص بريء. تقبل لاهلك اخ مش من الدم، جاوب يا اما هيشتموك بالام. شايف شيطان داخل على واحده وبحجه فلس وقال عامل مهتم، الحاله حاله نزوه في الاول، ابدا تعارف باسم احنا اخوات. فما تفرحوش من لذه البدايات، في حد فيكم هيبكي في الحكايات وفي حد فيكم سيره يتعلق والتاني يمشي بسرعة في النهايات. العقل مش مضمون يفضل لآخر العمر، والقلب لا إرادي بيدخلك إحساس بالله. يا ست الكل يا غالية يا ماس، اوعاكي